خليه داروا نتبعوا ديك الساعه عاود الهضره ديالو راه هو ما تمشيو نتوما العماله قلت لكم انا جيت اذا مادام جيت عندكم نسمعوا لبعضياتنا والا كانت المشاكل ديالكم انا غنسمع لكم ونوجدوا لها الحل ونوقفوا هذا الشيء اللي كيوقع ونوقفوا هذه المسائل هذه الاضرار اللي كدير اللي هي كتدمي القلب وما تيبغيها حتى واحد ما يبغيوها حتى شي حد. الله يجازيكم بخير الا بس الله يجازيكم بخير الله يجازيكم شكاش انا مشيت ولقيت واحد المجموعه ديال النساء هذه الاسبوع اللي جاي ما عرفتش انا شكون اللي كان حاضر شفناك قدام الباب وهضرت معاهم شكاو لي واحد المجموعه ديال الحوايج هضرت معاهم قلت لهم انا في نقاش مع السؤال انهم تيتقوا اليوم سيد الباشا صبح لنا الباب وقال لهم الرجال يسكتوا على النساء وما خلصوش الباب ومن بعد خاص الممر ديالنا وخاص الرجال العسكري بعدوا منا كاينه هذا لا اسمع كاينه واحد اصلا ديك الباب كاين تدابير واجراءات غتخاد على مستوى عمر الناس كانوا كيموتوا ويجوا ما عندهم يبقاش هذه الازدحام بمعنى غيتم التهيئه ديال ديك الساحه كامله اللي قدام المقبر هذا الشيء هذا هذيك الساحه غتتساع والطريق غتتساع وغيديروا ما بغيناش الخرا ديال باب الثالثه على اساس ما غيبقاش الزحام شي يطلع فوق شي وشي يدير باش اللي يدخل في ذاك الممر